السلام عليكم متابعين الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا هقول لكم معنى كلمه كنا زمان بنسمعها: نعم يا العدي. لما دخل الاسلام مصر المصريين كانوا بيتكلموا قبطي مش عربي، فلما جم يتعلموا العربي كان صعب عليهم جدا، وكمان كان تقيل قوي ومش عارفين ينطقوا كل الكلام، ومنهم كلمة يا ألد أعدائي. فلما كانت تحصل خناقة وواحد عايز يشتم واحد ويقوله يا ألد أعدائي، فكان بيبقى مش عارف ينطقها والكلمة تقيلة وكبيرة قوي عليه. طب وبعدين؟ ده كده الخناقة ممكن تبوظ واحنا ما يرضناش طبعا. فاتحرفت الكلمة وبقت في أي خناقة بيتقال نعم يا العدي، والخناقة تكمل عادي والدنيا زي الفل. مش كده ولا ايه يا العدي؟ وعلى فكرة، عايزة اقول لكم على حاجة. زمان وانا صغيرة لما كنت بسافر البلد كنت بلاقي الناس بيقولوا لبعض في وسط الجمل كده نعم يا العدي. اكتشفت ساعتها ان هي اصلا مش شتيمة، دي جملة بتتقال عادي جدا. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهاردة، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.